يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. يجعل له من كل ضيق مخرجا. تعرف يا سعيدة أزعل لو جبت لنا صنف مضروب زي بتاع الوقفة اللي فاتت حودة هيعمل معاك الغلط يا زميلي. انت عارف الواد الممثل اللي اسمه حمادة هلال بعد العلقة بتاعت الملاكمة في الفيلم حودة بقى هيعمل لك عملية جراحية في وشك يطلعك أحلى منه. حودة عاوز يظبط الدماغ يا شقيق، وانت جاي بقى تعدي على الصنبو الصغير تجيب لنا منه شريطين ونطلع على مسجد الصالحين نلتقي هناك ان شاء الله في صلاة العشاء والتراويح والتهجد. مين ده حودة؟ ده الاخ سعيد الوزعة، اخ ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، اخ على وضعه يعني. غريبة يعني ما سمعتش الاسماء دي قبل كده. اصل ده يا اخ بيظهر في الاعياد والمناسبات الخاصة، بيقضي للاخوة يعني مصالح الاعتكاف وكده هو. طب شريطين اللي انت عايزه يجيبهم لك وهو جاي؟ شريطين شريطين دعاء يا اخو، شريطين دعاء بنشغلهم ونقعد نقول امين. انت بتكذب يا حودة، انتوا بتتفقوا عشان تغضبوا ربنا صح؟ معقولة انت حودة اللي انا اعرفه؟ انا اتصدمت فيك حقيقي، انا كعبودة اتصدمت فيك. بس تعرف يا عبودة انت شكلك احلى من غير نضارة، انت ركبت لينسز في مناخيرك وانا برضو استفدت بالنضارة بتاعتك يا شقيق، برضو يعني لزوم الشياكة وكده هو مخلي الواحد على وضعه. وبعدين يا عبودة ما الناس كلها بتزيد يوم الوقفة وبتعمل المنكر يا زميلي، جت على حودة الغلبان ووقفت، جت على حودة. ما تسيبونا في حالنا بقى يا اخي، الواحد مش عارف يروح منكم فين، كرهتوا الناس في المنكر حقيقي، كرهتوا الناس في المنكر يا اخي. يعني حودة تضيع مجهود شهر بحاله صيام وقيام وتهجد وغيره من الطاعات عشان ساعة مع اصدقاء سوء سعيد الوزعة والصنبو الصغير سوء. استغفر ربك يا عبودة، استغفر ربك يا عبودة، ده اسمه كشف محصنات يا ملتحي يا بتاع ربنا. اهو الصنبو والأزعة نفسهم لو سمعوا قذف محصنات دي مش بعيد يخلوك تروح تعيط في القصر العيني، وانا عن نفسي هاخد الفيديو ده اروح اوريه لهم وخلص ضميري من ربنا، شوف بقى يتصرفوا معاك ازاي. هي الكلمة مش على وضعها ولا ايه؟ ولا مش على وضعها؟ هو عموما حودة ما بيتهددش يا زميلي، وانت معذور حقيقي، انت معذور عشان ما تعرفش حودة ومغامراته في حرب الشوارع، بس برضك منعا للفتنة وعشان ما نشكش الصف بلاش تقول لهم يعني عشان خاطر يعني يوم المفترجين وحودة ما يقصدش حقيقي، حودة ما يقصدش. حلو، يبقى تفكك بقى من السهرة دي وتخليك مع عبودة زميلك حبيبك. ايوه بس هنروح فين يا عبودة؟ انت دماغك شيوخي يابا، وحودة عاوز يفك عن نفسه. يا عم هاخدك واطلعك على الكورنيش نتمشى واشربك عصير واجيب لك ذرة. ايوه وتاخدنا وراك على عجلة ونغني عشان احنا مع بعضينا ولاول مرة لوحدينا، وتيجي تخطبني من امي بكرة صح؟ عيب يا عبودة، حودة مش بتاع الكلام الفاضي ده. خلاص يا نجم، يبقى نروح نعيد على اهالي المعتقلين والشهداء ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وندخل الفرحه عليهم وعلى اي حد تاني محتاج ولو حتى بشيء بسيط، ونقول لهم انتم مش لوحدكم، احنا معاكم وحاسين بيكم، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعيد عليكم العيد الجاي ان شاء الله بالخير واليمن والبركات، ويرد غائبكم ويخلف عليكم بالخير في الدنيا والاخره. يلا يا حوده قول للناس كل سنه وانتم طيبين. يا عم ما انت قلت اهو يا سير بقى ولا ايه؟ صنبو ما بس يا عم لا اسمعك يابا. اعزائي المشاهدين كل عام وانتم بخير وطيبين وكده هو. تصدق انت مش على وضعك حقيقي، مش على وضعك يا سعيدة يا أزعة، ويعود علينا وعليكم الايام بخير والعيد فرحه والعيد جانا وسعدنا بيها بيخليها فرحه جميله بعد العيد. رمضان يا حبيب، رمضان ليتك